مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في حلقة اليوم غادي نتعرفوا جميع على أسس تسميد التغطية لزراعة الحبوب. فإلا بغيتي أخي الفلاح تدير برنامج بالعقل ديال تسميد الحبوب فلازم تعتمد على التحاليل ديال التربة وديال الأوراق، واللي يمكن تحدد لك لانكري ديال سباق الأرض وديال التغطية. وفي حالة ما توصلتيش باش تحلل التربة والأوراق ديالك يمكن تعتمد على كمية تقديرية ديال لانكري على حساب الطوناج اللي كتوصل ليه في القطار. والتقديرات كتبنى على معدل احتياجات من الأسمدة باش نتجو قنطار واحد من الحبوب، واللي هي 3 كيلوغرام من الأزوت الخالص زائد 1.7 كيلوغرام من الفوسفور الخالص زائد 2.2 كيلوغرام من البوتاسيوم الخالص. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبالنسبة للحبوب أغلبية الفلاحة كيعتمدوا في سماد التغطية على استعمال الأزوت، والمناطق السقوية بداو بعض الضيعات كيستعملوا البوتاسيوم وبعض الأسمدة الثانوية بالرش على الأوراق. وهنا كنبوا الفلاحة في المناطق السقوية والجبلية اللي زرعوا معطلين واللي باقيين ما زلعوا لانكري باش يبطروا بهذه العملية. وفي المغرب مكنات دراسات باش تنزل برامج محددة لتسميد التغطية مبنية على مراحل النمو ديال الحبوب والظروف المناخية الخاصة لكل منطقة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبالنسبة للمناطق البورية الملائمة وخاصة الجبلية والمناطق السقوية كنصحوا الفلاحة اللي معطلين في الزريعة يجيبوا الثلث الثاني. وإلا خدينا مثلا معدل إنتاج 50 قنطار في الهكتار ديال القمح أو فرينة، فمعدل احتياجات الهكتار هي 150 كيلوغرام من الأزوت، فزيادة على الثلث 50 كيلوغرام اللي جبنا في سباق الأرض والثلث الثاني 50 كيلوغرام اللي جبنا في مرحلة 3 إلى 4 الأوراق ديال الحبوب، فمن الأفضل نجيبوا الثلث الباقي 50 كيلوغرام وقت خروج السنبلة حتى لبداية تعمار الحب. وفي الضيعات المسقية اللي كيقوموا بتكثيف إنتاج القمح وفرينة واللي كيوصلوا المعدل 70 إلى 80 قنطار في الهكتار، فزيادة على استعمال الأزوت في التغطية ولاحظنا علامات النقص ديال بعض المواد الصغرى والثانوية الأوراق، يمكن نجيبوا الاحتياجات من هذه المواد في سماد التغطية بالرش على الأوراق، وبهذا يمكن نرفعوا من المردودية ونحسنوا من الدخل ديال الحبوب. والله المعين. مع دقيقة المثمر اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.